تقبل إنسانيتي. ما المصيبة أن الناس تنظر لنا ملائكة. أنا لست ملك، أنا وسيم يوسف. أنا أسمع مثلا، أحب أسمع الأغاني كمثال. تسمع مين؟ أكذب؟ أنا أحب أسمع لأن مين مطربينك لا، المفضلين؟ مو أول شيء لازم نأصل المسألة عشان ما حاضر. الأغاني حلال ولا حرام؟ اتفضل. يعني مثلا لما قلت الأغاني حلال كأني قلت عبادة الصنم حلال، رغم أنها مسألة فقهية. والله وتالله وبالله الذي لا إله إلا هو، لا يوجد نص في دين محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولا في قرآننا يحرم الغناء. الآية الوحيدة الذي يستدلون بها في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا اتخذه، إلى النهاية. السؤال الذي يفرض نفسه: ما هو لهو الحديث؟ يعني الغنى حلال ولا حرام؟ ما هو لهو الحديث؟ يقول لك لهو الحديث قال ابن عباس أو ابن مسعود على ما أظن أنها الغناء. طيب تسأله هل ابن عباس بشر يصيب ويخطئ؟ يقول لك إيه لا، لكنه هو الذي ادعى له النبي صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن. طيب هو نفسه ابن مسعود كان يظن أن الفاتحة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قال ليستا من القرآن، هذه دعاء. ارضى بخطأ هنا عشان ترضى بالخطأ هذا. فإذا أنت رأيت أنه لا يخطئ، خذ هذا الكلام. فلا يوجد دليل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يصب الآنك أي الرصاص المذاب في أذنه لمن يستمع الغناء، حديث ضعيف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستحلون الخمر والمعازف والحر والحرير، قالوا رواه البخاري، كذب من معلقات البخاري وهو حديث ضعيف. بس يقول لك رواه البخاري ليه؟ عشان الناس تصدق. اسألوا أي رجل دين معلق من معلقات البخاري، ليس من البخاري، قاطبة. طيب أنا عايز أعرف، حضرتك بتسمع أغاني؟ أحيانا نفسيتي تطلب أسمع أغاني طبعا. أحيانا أنا، هل تظني أن الصحابة 24 ساعة يسمعون قرآن؟ ترى النبي صلى الله عليه وسلم مرة شاف عائشة طالعة، قال: وين سايرة؟ أين تذهبين؟ قالت: عند الأنصار عندهم عرس له. قال: خذي له دف، فإن الأنصار يحبون اللهو. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم مع دف، قالت: يا رسول الله، نذرت أن أضرب الدف فوق رأسك، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أوفي نذرك. فمسكت الدف فوق النبي صلى الله عليه وسلم. يطلع لك رجل دين يقول لك هذا الدف جائز. يا حبيبي هذه أدواتهم كانت. في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر كان معاه، فسمع صوت المزمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق أذنه. قالوا: ها شفت؟ هم يقولون شفت الأغاني حرام. طيب ليه ما أمر ابن عمر يغلق أذنه؟ وليها أمر عليه. ليه بس هو، هل لو كان إثم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا. فليه لم يأمر ابن عمر؟ لأن من باب الورع، رجل مثلا رجل دين يقول لك أنا من باب الورع ما أريد أسمع أغاني، نقول له جزاك الله خير. لكن هو من المباحات، عادي تسمع. وش فيها تسمع؟ أنت لن تستطيع أن تسمع القرآن 24 ساعة. ترى ساعة لك وساعة لربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحنظلة: ساعة لك وساعة لله. فأنت ما تقدر 24 ساعة في المسجد، الله ما يريد. يا ابن عمر بن الخطاب مرة دخل على المسجد، شاف شباب نايمين، قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء العباد يا أمير المؤمنين. قال: من يطعمهم؟ قال: أهل المدينة. قال: ائتوني بالدرة، الدرة العصاي. ضربهم، قال: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اخرجوا للأرض واكتسبوا رزقه. ابن عمر بن الخطاب كان يقول: أسأل عن الرجل يعجبني، أسأل هل له حرفة، فإن قال لي لا سقط من عيني. فديننا ليس أن تتعبد. الله عز وجل ماذا قال؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. مش ديننا هذا. ترى الصحابي كان يذهب للمزرعة يزرع ويذهب يصلي ويرجع لمزرعته، هذا الصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة، يطلع مثلا تخيل أنا الحين أسابق زوجتي على كورنيش النيل لا تقن الشيخ، لا حول ولا قوة، ربنا ياخذك أنت ومراتك. هذا أقل دعوة هذا أحسن واحد، عرفتي؟ فتخيلي، أعطيك مثال آخر. النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة خلاف مع سلمة، مسكت الأكل ضربت بوجهها. تخيل واحد متزوج 2، وواحد مسكت الأكل لو رجل يقول لك النعمة يا كافرات يا زنديقات، النبي صلى الله عليه وسلم ضحك عليه الصلاة والسلام. مرة النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع سلمة، شافته عائشة قالت: اللهم عقرب اللهم أفعى، تقرص عشان تموت، غيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح زوجاته وكان يتكلم مع زوجاته، وكان الصحابة
كانوا يمسكون البطيخ. شو تسمون البطيخ في مصر؟ بطيخ. الحمد لله. ايه. كانوا يمسكون البطيخ يرمون على بعض بطيخ في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوفهم، ما كان يمنعهم من اللهو. كانوا الصحابة يتسابقون ويلعبون ويلهون. ديننا مو دين مسجد بس أبقى في المسجد 24 ساعة. إحنا جعلنا الدين وظيفة. حنا جعلنا ديننا وظيفة. فأنت لما تجعل الدين وظيفة إذا أنت أفقدت رونق الدين. الدين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا ديننا. الدين هو يدخل الجنة المساكين قبل الأغنياء، قبل العلماء، قبل المساكين. هذا الدين. الدين هو أنك تمشي توكل حلال. الدين هو تمشي تبسمك في وجه أخيك صدقة. الدين يوم تمشي تسلم على الناس. الدين يوم تمشي ترحم الناس. الدين يوم تطعم القطة، تطعم العصفور. هذا الدين. جعلوا الدين وظيفة، جعلوا ديننا حب. أصلا الله عز وجل لما خاطبنا نحن قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن حب. ديننا قائم على الحب. الله عز وجل قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ديننا رضا. فأنت لا تخرج الدين بس قيود أحكام، قيود. يا شيخ شو حكم كذا يجوز، يا شيخ شو حكم كذا. ليه جعلتوا الدين بس أحكام؟ طب أخبرني عن ربنا، خلني أحبه. أخبرني عن الله، قربني له خطوة. أخبرني عن الله، أريد أن أعانق رحمة الله عز وجل. ليه تجعل الدين بس قيود علي؟ فهذا هو تحويل الدين من روحانيات جميلة ورائعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر الصحابة عن الجنة قالوا: كنا نراها أمام أعيننا. وهو يتكلم عن الجنة. أنتم ما تكلمون إلا عن جهنم. حتى بعض القراء لما يأتي برمضان مثلا يقرأ القرآن، لما يصل عند آيات العذاب يبكي. يا أخي ابكي آيات الرحمة، ليه تبكي آيات العذاب؟ ليه تبكي آيات